وهو ان انا احول العميل ده لكاستمر، لزبون، واحد بيشتري مني لاول مره. ودي هي المرحله الثالثه، ان هو تحويل العملاء المهتمين الى كاستمر، ان انا اقفل معاه الديل ويبتدي ان هو ياخد المنتج بتاعي. بعد كده بوصل للمرحله الثالثه من الماركتنج بلان. المرحله الثالثه دي اول نقطه فيها هو ان انا لازم اقدم تجربه عاليه المستوى للعميل بتاعي. يعني كمثال اقدم له خدمه ما بعد البيع كويسه، ابقى بسال دايما العميل هل المنتج كان على حسن ظنه ولا لا، هل قابلته اي مشاكل، هل في حاجه ما عجبتوش، هل شايف ان في حاجه محتاجه تتغير. ابقى بتابع مع العميل بتاعي بشكل مستمر. ليه؟ عشان اخلي العميل بدل ما هو كاستمر يبقى كلاينت، بدل ما هو زبون يبقى عميل دائم معايا، يبقى متواجد معايا باستمرار، يبقى بيشتري مني وبيتعامل معايا بشكل مستمر. هنا بيتحول لحاجه اسمها كلاينت، ان هو عميل، ما بقاش مجرد كاستمر اشترى مني مره وخلاص، لا بيبقى عميل بيشتري مني بشكل مستمر. بعد كده اوصل للمرحله اللي بعد كده، وهي توسيع سله المنتجات او الخدمات بتاعتي. يعني كمثال انا دلوقتي وليكن عندي شركه تسويق الكتروني. حلو، بدات في الاول بخدمه التصوير، او ان انا بصور المنتجات للعملاء وبصور لهم الاماكن بتاعتهم. العميل اتعامل معايا وبقى عارف ان انا شغلي كويس وبقى حابب ان هو ياخد الخدمه مني. انا محتاج هنا اوسع سله المنتجات بتاعتي، وليكن مثلا ان انا كمان ادخل تصوير الفيديو معايا في الشغل. فابتدي ان انا وسعت سله المنتجات، فبدل ما العميل كان بياخد مني خدمه واحده وهي خدمه التصوير او الصور، يبدا ان هو كمان ياخد مني خدمه الفيديوز، يبدا ان هو ياخد مني خدمه الادز. وليكن انا كده بوسع الدايره بتاعتي وبوسع سله منتجاتي عشان العميل يتعامل معايا بشكل اكبر. بعد كده بابتدي إن أنا أعمل حاجة اسمها التحفيز أو التنشيط للعملاء، بمعنى إن أنا أحفّز العميل أو أخلّيه عنده القابلية أو عنده الرغبة في إن هو يتكلّم عني مع غيره، يتكلّم عني مع معارفه، يتكلّم عني مع صحابه، يتكلّم عني مع قرايبه. ليه؟ لإن أنا كده هابقى باعمل حاجة اسمها تسويق شفهي، العميل بيتكلّم مع معارفه وقرايبه واخواته عني. طب ده مفيد في إيه؟ التسويق الشفهي وهو واحد من أقوى أنواع التسويق. ليه؟ لأن تخيل كده إن أنت شُفت إعلان أونلاين أو شُفت إعلان مثلًا على لوحة في الشارع، فبتبتدي إن أنت ما بتبقاش واثق في الإعلان، إعلان شُفته وخلاص. لكن لمّا واحد صاحبك بييجي يقول لك على فكرة أنا جرّبت الشركة الفلانية وخدماتهم كويسة، على فكرة أنا كلت من المطعم الفلاني والأكل بتاعه كويس جدًا، فأنت بتبتدي إن أنت تثق في المكان اللي صاحبك أو أخوك اتكلم معاك عنه من قبل ما تجرّبه. ليه بتعمل كده؟ لإن أنت بتبقى واثق في كلام صاحبك أو واثق في كلام أخوك. ودي أهمية التسويق الشفهي، إن هو بيوسّع دايرة معارفك وبيوسّع دايرة علاقاتك وبيخلّي ناس أكتر تعرفك وناس أكتر تثق فيك من عميل واحد. علشان كده لازم تهتم بكل عميل موجود عندك، مش تعتبره إن هو مجرد زبون بيشتري